كوم. الموضوع كله شاق عليك، بداية حماسية أمام ناشئين أمام جمهور. إيه توقعاتك للماتش؟ يعني بنتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله ونحقق نتيجه تليق باسم وكيان نادي الاتحاد السكندري. اللعيبه اللي موجوده انا بعيد وبقول والله العظيم والله العظيم المجموعه اللي موجوده من اللعيبه ذخيره لنادي الاتحاد لمده 10 سنين قدام. انا بتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب يتوفقوا وكل واحد يظهر بالمستوى بتاعه اللي احنا عارفينه عنه في قطاع الناشئين اللي بقاله 10 سنين في نادي الاتحاد من هو عنده 10 سنين لحد ما بقى عنده 20 سنه. المستوى اللي هو خلاه يقعد في نادي الاتحاد طول هذه الفتره يتمرن على ايد المدربين وموجود، هو ده اللي انا عايزه يظهر بيه في الوقت ده. ان شاء الله باذن الله هيبقى موضوع تاني خالص مختلف تماما. الناس كلها هتعرف ان نادي الاتحاد يملك من ابنائه اللي يقدر يشيل اسمه. كابتن احمد، في مشاكل في خط الدفاع حاليا ولا مش اي مشاكل خالص؟ عندنا مشكله في حوالي 2 لعيبه زياده مش عارفين نعمل فيهم ايه. والله عندي مشكله في، انا بختار ما بين 3 مراكز في الدفاع. في هنا 2 بختار بينهم، في هنا 2 بختار بينهم، وفي هنا 2 بختار بينهم. فعندي العدد الحمد لله رب العالمين، يعني ايه، عندي حيره في الاختيار. وان شاء الله باذن الله كلهم اي حد فيهم من غير ما تفكر هتحطه هيأدي بما يليق بنادي الاتحاد. غياب فيليكس هيسبب ليك اي ازمه في الماتش؟ طبعا هيسبب، لكن لان احنا من البدايه لما قلنا ان ال3 افارقه موجودين بتدي نفسيه كويسه للولاد ان في واحد في خط الدفاع وواحد في خط النص وواحد في خط الهجوم، ولكن عدم وجوده مش يعني بالنسبه للولاد. يعني انا بفكر حتى اخده معايا في السفر للمباراه حسب ظروفه، لان هو عنده باين زوجته احتمال تسافر حاجه زي كده، فبفكر اخده لان هو راجل كبير يلم الناس معاه ان شاء الله. ان شاء الله. توقعاتك جماهير الاتحاد هتسحب جوه الفرقه في اول ماتش مع الناشئين دول كلهم عشان تعزفهم؟ يعني الناس اللي هتسافر، في ناس كتيره جدا قالت لي ان هي هتسافر، والمشاعر والاحاسيس اللي انا تلقيتها من الجماهير اللي قاعدين حتى في اسكندريه ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبلها ويتقبل دعواتهم ان اللعيبه تكون بتلعب في الفيوم وهم بيدعوا لها هنا، وان شاء الله باذن الله يحققوا اللي هم بيدعوا لهم بيه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك كابتن كل التوفيق مع الفرقه ان شاء الله، واحنا معاك يا كابتن. ان شاء الله تكون بدايه